كانت هناك غزالة حامل. لما قربت ولادتها ذهبت إلى مكان بعيد في أطراف الغابة قرب نهر. فجأة وهي تلد بدأت السماء ترعد وتبرق. صاعقة تسببت في حريق كبير في الغابة. تطلعت عن شمالها، رأت صيادا يحاول اصطيادها بالسهم، فتطلعت عن يمينها فإذا بأسد جائع اقترب ليفترسها. الغزالة إما يفترسها الأسد، وإما يصيبها الصياد بالسهم، وإما تحترق في الغابة، وإما تغرق في النهر. المخاطر في كل الاتجاهات وليس لها مفر أو خلاص. ماذا تفعل؟ تحزن وتكتئب، تركض وهي ضعيفة، تستسلم للنهاية. قررت هذه الغزالة أن تفعل الذي في استطاعتها فعله، وأن تبذل ما في وسعها. ركزت في ولادتها، فما الذي حصل؟ البرق أعمى الصياد. خرج السهم الذي كان موجها باتجاه الغزالة فأصاب الأسد الجائع فمات فورا. الأمطار نزلت بغزارة فانطفأ حريق الغابة. الغزالة ولدت بسلام. العبرة في الموضوع: في حياتك لحظات تكون فيها محاصر في كل الاتجاهات، أفكار متشائمة، أناس صعبة، أولادك أتعبوك، حروب نفسية، خطايا مسيطرة على قلبك، أمور متعسرة خارجة عن إرادتك، مشكلات. ركز فيما تستطيع فعله، وفوض أمرك للذي يرتب حياة كل البشر. إنه أرحم بالأم على ولدها. لا تفقد رجاءك بالله، ولا تفقد إيمانك بالله. هو عنده حل كل مشكلاتك. وتذكر شيئا مهما: لا تقل يا رب عندي هم كبير، بل قل يا هم عندي رب كبير. لا تقل يا رب عندي هم كبير، بل قل يا هم عندي رب كبير.